طيب السلام عليكم، ان شاء الله النهارده ده اول فيديو في الهيدروكربون الحلقي. بص يا دكتور يا محترم، الهيدروكربون الحلقي اصلا يعني ايه هيدروكربون؟ يعني مركب اللي بيحتوي عليه هو سي او اتش. هيدروكربون خلاص، فهو سي او اتش. حلقي يعني عامل حلقه، فانا اقل عدد من ذرات الكربون بحيث يعمل حلقه اكيد يكون 3. مثال زي المثال ده مثلا، ده كده يكون ايه؟ ده كده يكون بروبان حلقي ممتاز. ولكن ايه يكون ايه؟ الاتشات اللي فيه عامله كده. لو انا جمعت السيهات والاتشات في الصيغه اللي قدامك ده يا دكتور يا محترم، هتلاقي ان هي سي 3 اتش كام؟ اتش 6، تبعا للعلاقه سي ان اتش 2 ان. فمعنى كده ان الهيدروكربون الحلقي ده ايزومر لمين يا دكتور يا محترم؟ ايزومر للالكين. ممتاز. فالهيدروكربون ده ايزومر للالكين ليه؟ لان بيحمل نفس الصيغه. فانا مثلا ممكن يكون عندي سي 3 اتش 6 اعمل كده، سي دبل بوند سي، وهنا ايه؟ سي كمان سي اتش 3، وده هنا في 2 اتش وهنا في 2 اتش. فالاثنين دول كده ايزومرات لبعض. ليه؟ فيبقى كده عندي ايزومر الكين وايزومر ايه؟ هيدروكربون حلقي. يبقى الهيدروكربونات الحلقيه اللي هي الالكانات الحلقيه، الالكان الحلقي. خلاص، احنا بنتكلم في الالكان الحلقي يا جماعه، تمام؟ طيب اللهم صل على سيدنا محمد. الالكان الحلقي ده هيكون ايه؟ ايزومر لمين؟ للالكين. تمام. طيب بص بقى يا دكتور محترم، احنا عندنا الالكان الحلقي ده بيتكون من روابط سيجما برضك، صح؟ طب حلو، وانت عارف كده كده ان سيجما دي صعبة الكسر. طيب بس افتكر حاجة مهمة انت خدتها. لو انا مثلا عندي سي 3 اتش 8، الكان عادي، الكان عادي، خلاص، الكان عادي اللي هو اسمه ايه ده؟ اللي هو بروبان. خلاص، ان ده ايه؟ بروبان. وعندي مثال تاني جنبه بالظبط اللي هو سي 3 اتش ايه؟ اتش 6، وانا بقول لك ان ده بروبان ايه؟ بروبان حلقي. طيب الاتنين فيهم رابط سيجما صعبة الكسر، حلو. بس مين فيهم صعبة الكسر اكتر او مستقر اكتر؟ هتلاقي ده فيه استقرار اعلى. ليه؟ لان الرابطه فيه صعب جدا ان انت تكسرها. لكن في البروبان الحلقي الرابطه فيه اضعف من الالكان. حلو. يعني بس خد بالك الالكين انشط منه. يبقى البروبان يعني لو انا هرتب كده النشاط، مين نشط خالص خالص؟ هيبقى عندي اول حاجه الالكاين عشان عنده كذا رابطه ثنائيه. وبعد كده بعد الالكاين هيبقى عندي الالكين. طب بعد الالكين هيبقى عندي بقى الالكان الحلقي. ده النشاط، تمام؟ ده ترتيب حسب النشاط، حسب النشاط. بعد الالكان الحلقي بقى يكون عندي الايه؟ الالكان. يعني مثلا بص، لو انا جايب لك المركب ده مثلا بيوتان حلقي، حلو، ومحطوط فيه مثلا، نحط لك هنا مجموعه ايصايل مثلا كده، تمام؟ سي 2 اتش اي اتش 5، حلو. وبقول لك مين الرابطه صعبه الكسر؟ الرابطه رقم واحد اللي هي دي، ولا الرابطه رقم اتنين؟ مين صعبه اكتر؟ لا، الرابطه رقم واحد هتكون صعبه اكتر. لا سوري، الرابطه رقم، اسف، الرابطه رقم اتنين اللي هي بتاعت مين؟ بتاعت الالكان العادي. انما رابطه واحد دي لا، سهل ان اكسرها بالنسبه لده. خلاص. طيب بص بقى يا دكتور محترم، احنا عندنا في الهيدروكربون الحلقي، في الهيدروكربون الحلقي ده عندنا كذا حاجة. عندنا أول حلقة بنعملها 3 اللي هو الايه؟ البروبان الحلقي. طب لو 4 كده يبقى اسمه بيوتان حلقي. طب لو الحلقة عاملة كده دي حلقة خماسية، فده يبقى بنتان حلقي. أو ممكن نعمل حلقة كده والحلقة دي تبقى حلقة سداسية ويبقى ده اسمه هكسان حلقي، يبقى ده بروبان حلقي. تمام. أما اللي بعده ده هيكون بيوتان حلقي. اما اللي بعده يا دكتور هيكون ايه؟ بنتان حلقي. اما اللي بعده ده هيكون ايه؟ هكسان حلقي. حلو. طيب عايزين نعرف الزاويه. انت المفروض يا دكتور لوحدك تقول لي الزاويه هنا كام. الزاويه هنا 60 يا دكتور يا محترم. ليه؟ لانه مثلث. طب هنا الزاويه كام؟ 90 درجه. في البيوتان الحلقي هتلاقيها 90. طيب انا ايه اللي انا كاتبها سيليزيوس دي؟ هي درجه يا جدعان عادي، مفيش هنا السي دي. طيب ما علينا، ده 90. طب الاتنين دولت قالك الزاوية فيهم بتقترب من 109 ونص يا دكتور. طيب الزاوية هستفاد منها في ايه؟ عشان جه سؤال في النموذج الاسترشادي كانت دي فكرة حله، ان هو ان انت لازم تعرف ان الزاوية عكسي، عكسي مع النشاط، عكسي مع النشاط، ولكن طردي مع الاستقرار. ما هو لما اقول عكسي مع النشاط يبقى انا كده قصدي اقول لك ان هو طردي مع الاستقرار. مثال يعني مثلا مين الزاويه الكبيره هنا؟ يبقى اقل نشاط الاكسان الحلقي، ده اقل واحد فيهم نشاط. بعد كده البنتان، بعد كده البيوتان، بعد كده الايه؟ البروبان. في مشكله يا دكتور محترم؟ مفيش اي مشكله. يبقى انت دلوقتي عرفت ان الالكانات الحلقيه دي مركبات هي يعني الرابطه سيجما فيها قويه بس مش اقوى من الالكان العادي. لا، الالكان العادي قوي اكتر، مستقر اكتر. خلاص. ويجي بعده الايه؟ الالكان الحلقي ده.
تمام. طيب لو انا مثلا جبت بروبان عادي خلاص نورمال بيوتان، وجبت كمان يا دكتور بروبان حلقي، وجاي اولع في الاتنين، ايه الفرق؟ يعني انا هفرق من ده ازاي عن ده؟ عارف البروبان الحلقي ده لو ولع هتلاقي طلع احتراق شديد، احتراق بلهب شديد. ليه بلهب شديد يا دكتور يا محترم؟ لانه انشط، لان ده انشط واكثر نشاط من مين؟ من البروبان العادي. فاهم قصدي؟ يبقى انا عندي البروبان الحلقي ده هيكون اكثر نشاط من البروبان العادي. في مشكله كده؟ لحد كده مفيش مشكله. طيب بص بقى يا دكتور يا محترم، يبقى احنا خدنا ان هي الصيغه العامه CnH2n، ان الالكان الحلقي والالكين يعتبر من المتشابهات لان هيبقى عندهم نفس الصيغه. شويه حاجات اللي هي البروبان الحلقي البيوتان 90، البنتان والهكسان الحلقي كام؟ 109 ونص. خلاص. طيب لو جينا يا دكتور للبروبان الحلقي، بص بقى بيقول لك ان انا معايا بروبان حلقي وبيوتان حلقي، مين نشط؟ انت المفروض تقول لي على طول النشط اكتر البروبان الحلقي. ليه؟ لانه زاويته صغيره، واحنا قلنا الزاويه عكسي مع النشاط، الزاويه عكسي مع ايه؟ مع النشاط. تمام. طيب فيبقى انا عندي البروبان الحلقي اللي زاويته 60 اكثر نشاط من البيوتان اللي زاويته 90. خلاص. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. اما السايكلوبنتان وسايكلوهكسان مركبان مستقران، ليه؟ لان الزاويه قريبه من 109 ونص. لو جاي برضو كقارن في النشاط هيبقى مين نشط اكتر؟ قلنا الزاويه عكسي مع النشاط، يبقى زاويته كبيره نشاطه قليل. مين زاويته كبيره اكتر؟ السايكلوهكسان. تمام. طيب قال لك بقى ايه؟ بص البروبان الحلقي لو اتحط عليه هواء يديك مركب شديد الاحتراق. ليه؟ لانه نشط عن البروبان العادي يا جماعه. طيب هنا بص المركب ده اهو جايب لك اهو بيوتان، بيقول لك مين الرابطه اللي فيهم صعبه الكسر؟ الصعبه بي. طب السهله ايه؟ يبقى الصعبه بي والسهله بي. الصعبه بي والسهله ايه. تمام. يبقى انا عايز كده الرابطه ايه؟ سهله الكسر، بينما يبقى هي دي الف. تمام. طيب بص بقى احنا لو عايزين نسمي، انت اهم حاجه تدي ارقام قليله على طول. يعني مثلا ده ما ينفعش تقول ده واحد وتقول اتنين واتنين، غلط. ليه؟ ارقام كتير جدا فما ينفعش. امال نعمل ايه صح؟ لا الصح ان اقول ايه؟ ان الاتنين دول في واحد واحد واللي جنبهم في اتنين، يعني هعد الناحيات هلف اللفه دي كده. يبقى انا عندي في اسم المركب ده يا دكتور هيبقى عامل ازاي؟ ده هيبقى كده واحد واحد واتنين ثلاثي ميثايل بيوتان حلقي اللي هو ده. تمام كده. طيب لما نيجي نعد ده اولويه عندك لابجدي، بس لف لفه تديني عدد قليل، فانا هبدا بالبروم اكيد، فاقول واحد بروم. فانا قدامي اوبشنين، امشي كده ولا امشي ناحيه الايه؟ الكلور. لا لازم امشي ناحيه الكلور عشان ابجديه الكلور تخليه يكسب، فبالتالي هقول واحد بروم واروح عند الكلور واديله رقم 3، والبروم ياخد رقم 5، ويبقى اسم البيرنت هكسان حلقي. يبقى واحد برومو 3 كلورو 5 نيترو هكسان حلقي. تمام. طيب اللي بعدها دي، بص هتيجي تقول لي ابدا بالبروم، ما ينفعش. ليه؟ لو بدات بالبروم هيدينا ارقام كبيره قوي للكلور. يعني مثلا لو انت قلت عايز ابدا بالبروم واقول واحد، فانت طبيعي هتمشي لي كده فتقول 2 ميثايل وتدي للكلور مثلا 3 و3. لا التلاتة وتلاتة خدت ارقام كتير جدا، فانا ممكن امشي نقله تانية بحيث ادي ارقام اقل شويه. ازاي؟ ادي للكلور واحد واحد. حلو الكلام، حلو الكلام. واروح يعني انا هدي للكلور ده واحد واحد، والف كده مع الميثايل، يبقى الميثايل ياخد رقم اتنين والبروم ياخد رقم اربعة. خدت بالك؟ يبقى انا ده اربعة ولا تلاتة؟ واحد سوري تلاتة. البروم كده هياخد رقم تلاتة، يبقى انا عندي تلاتة برومو. خدت بالك معايا؟ 3 برومو، واحد واحد ثنائي كلورو، 2 ميثايل بنتان حلقة. تعال نسمي ده، تبدا بالايثايل ولا بالميثايل؟ ابجدي يكسب يا صاحبي. يبقى ايه؟ يبقى انا هبدا بالايثايل يا دكتور يا محترم. يبقى نبدا بالايثايل، يبقى واحد ايثايل. طب الميثايل ياخد رقم كام؟ الف كده ولا الف كده من فوق؟ لا هلف من فوق. ليه؟ لان لو لفيت من تحت هيديني ارقام كبيره، فانا الصح ان الف من فوق. فانا اقول واحد ايثايل 3 ميثايل اسم البيرنت. يبقى واحد ايثايل 3 ميثايل اسم البيرنت بنتان حلقي. في مشكله؟ مفيش مشكله. بص بقى المركبات الحلقيه الغير مشبعه اللي هي الاروماتيه اسمها العطريه عشان بيبقى لها ريحه. تمام. طيب فالمركبات الاليفاتيه دي بيبقى لها اسم اسمها الدهنيه، والمركبات الاروماتيه عطريه. نسبه الهيدروجين بيكون كتير جدا في الاليفات، مثال مثلا CH4، فده الهيدروجين نسبته 4 الى ذره كربون واحد. ده انت عندك في الاروماتيه C6H6 النسبه ما بين العدد 6 الى 6، يعني 1 الى 1 قليله جدا. فتلاقي المركبات الاروماتيه نسبه الهيدروجين فيها قليله. خلاص. طيب فالمركبات الاروماتيه قلنا ليها ريحه. البنزين اللي هو بنزين العربيات ده الجازولين يا جماعه، وده غير البنزين تماما. مركب الجازولين ده الكان سائل، الكان سائل اليفاتي،
ده الجازولين يا جماعه اليفاتي، وده عباره عن الكان سائل. يعني ما تخلطش وتفكر ان البنزين بتاع العربيه ده بنزين عطري، لا ده حاجه تانية البنزين العطري. تمام. طيب اما ده بقى دي الرموز بقى، يبقى لازم تعرف لي رمز البنزين. البنزين هتلاقيه سي 6 اتش 6. طيب النفثالين هتلاقي النفثالين سي، اللهم صل على سي 8 اتش 10. خلاص لو حسبت الحسبه دي هتلاقي سي 8 اتش 10. طيب تعال نعد الانثراسين بقى. ده سيهاية 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. سي 14 اتش كام بقى يا دكتور؟ تعالى بقى نعد الاتشات من جديد. بص يا دكتور يا محترم، لما نيجي نعد الاتشات بص، ادي هنا اتشايه، ده 1 2 3 4. هنا مفيش، ليه؟ لان الكربونه دي رباعيه والكربونه دي رباعيه فما فيهمش، يبقى انا معايا هنا 4. طب دي 5 6، يبقى كده معايا 6. طب دي ما فيهاش، الكربونه دي مليانه مشبعه، فدي ايه؟ ما فيهاش. فالكربونه دي يا دكتور ما فيهاش، سوري. يبقى احنا عندنا الايه، الكربونه دهيت ما فيهاش ولا دي فيها. حلو. طب هنا في اتش وهنا في اتش وهنا في اتش وهنا في اتش، يبقى انا عندي 4 4 8 9 10، يبقى سي 14 اتش 10. وده مركب اسمه الانثراسين. تمام. المركبات دي لازم تحفظها، هتسهل عليك. تمام. طيب اللهم صل يا جماعه، ولازم تذاكروا الدروس يا جماعه بالورقه والقلم. طيب بص بقى، البنزين ده، فكك بقى من الكلام اللي مكتوب هنا وتعالى عشان افهمك دنيا البنزين ده. بص يا دكتور محترم، البنزين عامل كده حلقه. حلو. ممكن تلاقي الروابط فيها مرسومه بالشكل ده. يعني ايه؟ الرابطه المزدوجه دي تكون جايه بدايتي مثلا كده. طيب او ممكن تلاقي الرسمه بتاعه البنزين مرسومه كده، اعكس الروابط. بس لازم السيستم الحلقه دي يعني تكون ماشيه كده، دبل سنجل دبل سنجل دبل سنجل. النظام ده يا جماعه، النظام ده حاجه اسمها كونجيجيتد، مش عارف معناها بالعربي ايه، بس هي النظام ده بيدي استقرار كبير للحلقه. طيب فلازم بص، دي تبقى دبل سنجل دبل سنجل دبل سنجل وهكذا. حلو الكلام، حلو الكلام. طيب الحاجات اللي في الحلقة دي هتفيدنا في ايه بقى؟ بص، يبقى الحلقة احنا قلنا ممكن تترسم بشكلين، تبقى عاملة مثلا يعني كده، خلاص، او تترسم بشكل تاني يا دكتور، تبقى ايه؟ تبقى عاملة كده. تمام، تبقى كده. طيب فليه ممكن نرسم الرسمتين دولت واحد؟ انا ايه اللي انا عملته؟ انا الشكل ده ايه اللي حصل؟ ان انا نقلت دي هنا ونقلت دي هنا ونقلت دي هنا. اللي انا عملته ده يا جماعه حاجه اسمها رنين. حاجه اسمها رنين بالانجليزي كده اهو، كان اسمه ريزونانس، كان يقول لك الحلقه فيها ريزونانس. طيب يعني ايه ريزونانس؟ يعني رنين. طب يعني ايه برضو رنين؟ يعني يا دكتور تلاقي دايما الايه، الدبل بوند دي بتيجي هنا بسرعه، دي تتنقل هنا، دي تتنقل هنا، فبيحصل حركه مستمره للدبل بوند. فممكن ان انا ارسم الحلقه بالشكل ده، اعمل دايره واريح دماغي. يبقى معنى ايه لما انا ارسم دايره يا دكتور؟ يبقى انت عارف ان هنا في اكني مثلا عامل لك كده 3 روابط ثنائيه، اكني عامل كده. فاهم قصدي؟ احنا مسحناها كلها، ما علينا. طيب فده اللي انت تفهمه لما انا ارسم لك حلقه وايه وفيها الدايره دي. تمام، ان انا قصدي ان انا راسم حلقه البنزين. طيب يبقى حلقه البنزين، يبقى حلقه البنزين اللي هي عامله كده. تمام، حلقه البنزين اللي هي دي، انا قلت لك بقى ينفع تترسم باي طريقه عادي. طيب حلقه البنزين اللي هي دي قلنا كده فيها استقرار كبير، استقرار كبير، اكتر من الالكين كمان، اكتر من الايه، الالكين. يعني الالكين انشط. حلو. طب ليه الالكين انشط، او ليه الحلقه قصدي مستقره؟ بسبب الرنين، بسبب الحركه، بسبب الحركه المستمره لايه، للروابط باي، حركه مستمره للدبل بوند او للروابط الثنائيه. طيب فتلاقي بسبب الاستقرار اللي في الحلقة ده يا دكتور، اصل هي برضك فيها ايه؟ لو انت فكرت معايا هتلاقي ان هي فيها رابط سيجما ورابط باي، صح؟ طب ما السيجما دي يا دكتور صعبة الكسر، يعني انا المفروض افعل استبدال. طب الباي سهلة الكسر، يعني المفروض دي مثلا تبقى استبدال. ليه؟ لان رابطة السيجما صعبة الكسر. اما يا دكتور احنا عندنا الرابطة باي، لا دي سهلة، سهلة الكسر. فانا فاعل بقى ايه؟ الروابط الباي زي الالكين اضافة، تفاعلات اضافة. قال لك بص بقى يا دكتور يا محترم، انت عندك في البنزين بيتفاعل نوعين من التفاعلات، بيتفاعل استبدال وبيتفاعل بالاضافه. يبقى البنزين من الحاجات اللي بيتفاعل بشكلين اتنين، يا بدل فيه يا ضيف فيه. طيب الاضافه فيه سهله صعبه بس بتحصل، يعني الاضافه دي صعبه بس بتحصل. تفاعلين اتنين بالظبط اللي عندك، ان انا اضيف H2 اعمل هدرجه، او اضيف Cl2 اعمل هلجنه، بس كده. انما الاستبدال لا، شويه حلوين هنقولهم لما نروح للبنزين باذن الله.
تمام. طيب نرجع لموضوع الدرس. يبقى انا عرفتك ان ايه، ان هو بيتفاعل بالاضافه والاحلال اللي هو الاستبدال. طب ممكن يجي يقول لك طول الروابط اللي في البنزين قد ايه؟ طولها بين الاحاديه والثنائيه. يعني انت في اي سؤال هتشوف الاحاديه هيقول لك كام، الثنائيه كام، هتختار رقم بين الرقمين بينهم حسب الاختيارات بقى في اي سؤال. اتفقنا؟ اتفقنا. يبقى دي حلقه البنزين. شايف الدبل بوند ايه اللي حصل بعد كده؟ بص حصل رنين، هتلاقي ده اهي جت اهو، ودي نزلت لتحت اهي، دي جت ازاي هنا، دي نزلت هنا، دي نزلت هنا، الشكل اللي بعدها يعكس بقى وهكذا. فالراجل راسم لك دايره بيعرفك ان هي ايه، عدم تمركز الالكترونات. طب الالكترونات بتاعت ايه؟ اصل هنا في كام الكترون باي او باي الكترون؟ في 6. ليه؟ لان عندي 3 رابطه باي، 3 رابطه باي ب 6 باي الكترون يا جماعه. اتنين، ما هو الواحده الباي باتنين ب 6 باي الكترون. تمام. طيب في مشكله كده يا دكتور؟ يبقى انا عرفتك الايه، الروابط الايه، السيجما في البنزين. تعالى طب نعد السيجما والباي. احنا قلنا الباي 3 خلصنا منها، السيجما تعالى نعد السيهات وبعضها. ادا واحد، ادا اتنين، يعني من الرابطه الثنائيه دي القلم بس نرفعه شويه عشان نعرف نوضح. بص يا دكتور، تعالى نعد الاتشات. طب الاول نخلص منها. ادا واحد، اتنين، تلاته، اربعه، خمسه، سته. يبقى انا عندي 6 بره اهو. تمام. عايزين نعد اللي جوه بقى. ادا سبعة، ادا تمانية، تسعة، عشرة، حداشر، اتناشر، 12. يبقى معنى كده ان البنزين فيه 12 رابطة سيجما وفيه 3 رابطة باي. حلو الكلام، حلو الكلام، الحاجات دي هتسهل علينا. طيب انا ليه عديت دي واحدة بس سيجما ما قلتش الاتنين؟ لان الرابطة المزدوجة بيبقى دايما واحدة باي والتانية سيجما، فانت بتعد واحدة بس في السيجما عشان لو حد ايه مش فاهم بس انا عملت ايه. طيب هتوقف بقى ايه وتطلع الصيغة الجزيئية. ده هتلاقيه سي 6 اتش 6، ده هتلاقيه سي، لو عديته هتلاقيه سي 8 اتش 10، وتعد ده وتعد ده بقى. اتفقنا؟ طيب هي متوضحه هنا اهوت، لو حد عايز يوقف الفيديو يبقى ايه يعد الاتشات والسيهات والكلام ده. طيب وتبقى برضو ايه تعد المركب بتاع الفلورين ده وتطلع السيهات والاتشات ما فيهاش مشكله. تمام. طيب ماشي. اللي بعده ما عدد روابط باي. تعال احنا نحل ده بقى. بص انت ده كده كده هتفكه بقى. يعني بص انت هتعد ايه هنا مثلا ايه، دول 6، ست كربونات اهو، 7 8 9 10 11 12 13، يبقى ده سي 13. هتعد بقى الاتشات هنا مثلا واحدة، التانية، التالتة، الرابعة. هنا مفيش. ماشي. هنا في 2 خد بالك، هنا في واحدة، التانية، التالتة، الرابعة. هتعد الايه اللي انا عملت عليهم خطوط دول. ادي كده 4 اهوت، 5 6 7 8 9 10، يبقى سي 13 اتش 10. تمام كده. تمام. اللي بعده عدد روابط بقى ايه. وقف الفيديو وحاول تحل ده بقى. بص يا دكتور هنا سي اتش ماسكه في سي اتش، يبقى سي اتش تريبل بوند سي اتش عشان تبقى كل اتشايه واخده حقها من الاتشات. طيب تمام. طيب لو احنا، لا دي دبل بوند بقى، ما ينفعش تبقى تريبل بوند. ليه؟ اصل بص يا دكتور لو انا خليتها تريبل بوند مش هعرف اشبكها في الفينايل. اصل سي 6 اتش 5 ده فينايل، فينايل نرسمه احسن من كده. بص يا دكتور لو انا عملت اللي انا عامله ده ما ينفعش. ليه بقى ما ينفعش؟ هقول لك دلوقتي. بص ده ده الفينايل، ده المركب اللي هو معمول، بس انا ما ينفعش اعمل دي تريبل بوند. ليه بقى؟ لان الكربونه لازم تبقى رباعيه. انا حاطط لها رابطه مع الاتش، ادا واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، كده أنا عامل السي خماسية وده غلط. لازم السي تبقى رباعية. فاحنا نستنبط من ده ونفهم إن السي اتش اللي مرسومة دي دبل بوند مش تريبل بوند. فنرسم التريبل بوند، سوري نرسم الدبل بوند، آسف. يبقى هو المفروض يترسم كده، سي دبل بوند سي، هنا اتشاية وهنا اتشاين. لو عديت ورايا الرابط هتلاقي الرابط ايه سليمه ان شاء الله. طيب هتلاقي عامله كده. خلينا نرسم الدايره دي كثلاث نقط عشان انت ما تتلخبطش. ثلاث روابط كده. الروابط الثنائيه بتاعه الفيناي احنا قلنا الروابط عادي غير متمركزه، اهم حاجه تحط سنجل دبل سنجل زي ما انا قلت لك. تمام. طيب عدد الروابط باي، هنا في 3 اهو، 3 باي، خدت بالك معايا، وهنا في 3 باي برضك، وهنا في واحده باي، يبقى كده كام؟ 7 باي. يبقى عدد الروابط باي 7. في مشكله؟ ان شاء الله ما يكونش فيه مشكله. طيب اما بقى يا دكتور السي 6 اتش 5 ده الفينايل، ده الفينايل يا دكتور يا محترم. امال الفينايل ده كان جاي منين؟ بص انت كان عندك البنزين سي 6 اتش 6، البنزين اللي هو كان عامل ازاي؟ كان عامل حلقه كده، خدت بالك، كان سي 6 اتش 6، هو ده البنزين. طب الفينايل نفس ده بس بتنزع منه اتشاي، فيبقى سي 6 اتش 5 ده الفينايل، يبقى ده كده فينايل. تمام. يبقى تاني عشان الفرق ما بين كذا حاجة نقوله، الفينايل والفينايل. بص الفينايل، الفينايل ايه هو؟ الفينايل ده سي 6 اتش 5 جاي من البنزين. بص بنزين بالظبط،
بس انا نزعت منه، يعني يقدر يشبك مع اي حاجه، ما ده معناه جاي منين؟ ده من بنزين. البنزين ده اللي هو ايه؟ سي 6 اتش 6. ركز كده، صح صح، سي 6 اتش 6. طيب كان عندنا بقى مصطلح كمان، فاينايل. فاينايل، الفاينايل ده جاي من الالكين لما شلت منه اتش. مثال، الفاينايل هتلاقيه الكين كده اهو، الكين كله اتشات عادي، بس بتمسك اتشات وتبدلها باي حاجه. حط مثلا هنا سي ال يبقى ده كلوريد فاينايل، او اتش يبقى هيدروكسي فاينايل، حسب بي ار مثلا يبقى بروميد فاينايل، حسب الحاجه اللي هتحطها هنا يبقى ده الفاينايل. يبقى الفاينايل نقدر نقول ان هو سي 2 اتش 3 بحيث يشبك مع اي حاجه، ده فاينايل. تمام. طب الالكين، لا الالكين اللي احنا عندنا سي 2 اتش 4 اللي هو الايه؟ الايثين، بيجي منه الفاينايل. اديني قلت اهو، يبقى ده الفرق ما بين الفينايل والفاينايل. طيب في حاجه مهمه بقى كمان، بص ايه الفرق ما بين فينايل؟ يعني بص الراجل هتلاقيه كاتب لك هنا حاجه مهمه، مش عارف، احنا جينا لها اهو. طيب كنت هسبق فيه، ماشي هنجي لها دلوقتي. بص، الحلقه لما بيبقى عليها مستبدل احادي الاحلال، احادي الاحلال يعني حطيت حاجه مكان الاتش، فانا شلت الاتش وحطيت كلور، شلت الاتش وحطيت مجموعه نيترو، شلت الاتش وحطيت او اتش، شلت الاتش وحطيت سي اتش 3. ده ليه اسم على بعض، اسمه ايه؟ كلوروبنزين. ده نيترو بنزين. ده ليه اسمين، هيدروكسي بنزين او فينول. ايه الاسم اللي هتلاقيه كتير؟ فينول. يبقى انت تعرف، اصل بص الحلقه دي حلقه اروماتيه شابكه في او اتش، ده يديك فينول. طب افرض حلقه مركب اليفاتي ار، ما هو ار ده يعني الكايل، الكايل جروب ماسك في او اتش، ده يديك كحول يا دكتور. يبقى ده الفرق ما بينه. تعال تعال اقول لك الفرق. بص انا مش هسيب حد يعني ملخبط في حاجه، افكرك حتى بالقديم، ما عنديش اي مشكله. بص يا دكتور، احنا عندنا حاجتين، الفينول تعرف بيجي منين عشان هناخد درس اسمه الفينول، والكحول. بص الفينول حلقه اروماتيه ماسكه في او اتش. لو مش عارف برضو يعني حلقه اروماتيه هقول لك، ما تقلقش انت، ما تقلقش. طب الايه البتاع ده الكحول ده ار الكايل جروب ماسك في او اتش. مثال يوضح لي الدنيا بدل الايه الكلام ده. اهي حلقه اروماتيه اهي، حطيت فيها او اتش، ده كده فينول يا دكتور. تمام. طب افرض انا معايا الالكايل، ايه الالكايل؟ الكان شلت منه اتش، ده عباره عن الكايل. مثال سي اتش 4، ده هيدي لك ايه؟ هيدي لك سي اتش 3. ادى الالكايل اهو شابك يشبك بقى في اي حاجه او اتش. طب مثلا لو انا عندي الكان مثلا سي 2 اتش 6، يبقى ايه الالكايل بتاعه؟ سي 2 اتش 5، انزع منه اتش على طول. قلت لك مثلا سي 3 اتش 8، يبقى الالكايل سي 3 اتش 7 على طول. بس ده بيشبك مع حاجه، ده بيشبك برضو. فالسي 2 اتش 5 ده هيشبك مع او اتش، يبقى ده مثلا ايه؟ ده ايثانول. طب ده لو انا حطيت له او اتش يبقى ايه؟ بروبانول، وهكذا. عرفت الفرق ما بين الفينول والكحول عشان لما نروح لهم بالله عليك فتصحصح كده معايا. يبقى انت لو لقيت حلقه عليها او اتش اسمها تقول لي فينول على طول. الاسم احفظه، احفظ الاسامي دي، نيترو بنزين، سوري كلورو بنزين، نيترو بنزين، ميثايل بنزين، والاسم التولوين ده هتلاقيه. يبقى يعني ايه تولوين؟ حلقه بنزين عليها سي اتش 3. وقف الفيديو احفظهم، هسالك فيهم. وقف الفيديو واحفظ، انا قلت وقف الفيديو واحفظ لي الحاجات دي. تمام. بص بقى، يبقى احنا قلنا انت اللي هتقول دلوقتي مش انا، انت اللي هتقول. بص، لو انا جايب اللهم صل على سيدنا محمد حلقه، حاطط عليها او اتش، قول لي دي اسمها ايه؟ مش عارف، يا لا مش قلت لك يا ابني اصحى معايا ركز. قلنا دي اسمين، بس انا قلت لك الاسم الاهم عندي فينول. حلقه عليها او اتش على طول فينول، وليها اسم هيدروكسي بنزين عادي. طب هنا لو حطيت سي اتش 3 ميثايل بنزين، والاسم التاني اللي قلت لك مهم اسمه تولوين، عشان ده اللي هيجي لك، ده اللي هيجي لك في الاسئله يا ابني. يبقى الفينول اللي هو الايه؟ حلقه بنزين على وش، التولوين حلقه بنزين على سي اتش 3. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. طب بعد كده عندك كلورو بنزين اهو، سي ال كلورو بنزين. عندك بعد كده هنا دي الدايره، احنا قلنا ايه؟ هيدروكسي نيترو بقى، نيترو بنزين ان او 2. خلاص ده كده ايه؟ نيترو بنزين. يبقى ده كلورو بنزين، كلورو بنزين. طب هنا ده نيترو، نيترو ايه بقى؟ نيترو بنزين. تمام. ده فينول ليه اسم تاني اسمه هيدروكسي، هيدروكسي بنزين. تمام. وبرضك ده ممكن نسميه ميثايل بنزين. في مشكلة؟ ان شاء الله ما يكونش ايه في اي مشكلة، وتكون اللي بيسمع يعني بجد لو حد حاسس بلخبطه يعرفني في الكومنت. ولو حد برضك مش متلخبط يا ريت يعرفني، عشان بحس ان الفيديوهات ما بتتشافش نهائي، يعني بكسل ان انا اصور الحقيقه. فيا ريت اكتبوا لي ده في الكومنت. طيب بص بقى يا دكتور،
حاجات اقسم بالله الحاجات دي ما هتلاقي حد بيقولها لك. بص شق القرايب، بص بقول لك ايه بقى يا دكتور، بقول لك الشق ناتج من نزع ذره هيدروجين من المركب الاروماتي ويرمز لها بالرمز اي ار، زي ما انا لسه قايل لك اي ار لو شبك مع او اتش، ده ايه اسمه فينول. طب ما انت بقى تيجي تسالني سؤال وحقك تسالني السؤال ده، بص ان تقول لي ايه الفرق ما بين الارايل والفينايل، الاتنين حلقه شلت منهم اتش. بس خد بالك بقى، الفينايل بالتحديد بنزين شلت منه اتش، ده فينايل وش. افرض كذا حلقه اروماتيه، مثلا كاتب لك انا يا باشا الحلقه دي اللي هو النفسلين مثلا، والنفسلين ده هيشبك هنا مع حاجه، يبقى ده مركب اروماتي شلت منه اتش، يبقى ده اسمه إيه؟ اسمه ارايل، اسمه شق الارايل. لكن لو بنزين وشلت منه اتش اسمه فينايل. فهمت كده الفرق؟ يبقى ايه الفرق بين الفينايل والارايل؟ الارايل ده بشكل عام، الفينايل لا قصدي على البنزين لما اشيل منه اتش. اتفقنا يا دكتور؟ اتفقنا ان شاء الله ما يبقاش فيه لخبطه. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. طيب طيب المركب ده بالمناسبة حد يعرف يسميه؟ ده عارف ده اسمه ايه؟ اسمه ثنائي فينايل ايثين. خلاص. وفي برضك ثنائي فينايل اسيتيلين. طب عامل ازاي؟ اسيتيلين اهو سي تريبل بوند سي مع ايه؟ ثنائي فينايل. شايف حلقة بنزين شلت منها اتش يا جمالك يا عضو يا لهوي يا جدعان اهي. ده ثنائي فينايل اسيتيلين. تمام ان شاء الله ما يكونش فيه مشكلة. يبقى ده النفسلين وده ثنائي فينايل. تمام. طيب بص بقى يا دكتور، افرض الحلقه يعني مثلا الحلقه هنا مثلا كنا حاطين مستبدل واحد، في كلور على الحلقه في نيترو على الحلقه، ده كده افرض في كذا مستبدل، هنسمي ازاي؟ بناخد بقى تسميه جديده كده تبع حاجه دي تسميه شائعه مش ايوباك. امال ايه الايوباك؟ الايوباك اللي هو بتقول ارقام، مثلا تقول ايه مثلا واحد كلورو اتنين برومو زي ما كنا بنسمي في الاول كده، يعني بتجيب الارقام، ده الايوباك. انما في تسميه شائعه، في تسميه شائعه ان انت تسمي بحاجه اسمها اماكن بوزيشن يا جماعه. يعني بص الحلقه مثلا الحلقه كده تمام، دي الحلقه، انا عايزك تذاكرها بالشكل اللي انا هقوله ده. الحلقه بقى عليها مستبدل وليكن اكس ايا يا كلور بقى، كلورو بنزين برومو بنزين ميثايل اللي هو التولوين ميثايل بنزين، او فينول هيدروكسي بنزين، اي حاجه، اي حاجه على الحلقه مستبدل على الحلقه وخلاص. افرض انت عايز تدخل اي حاجه جديده على الحلقه، مثلا في المكان ده، المكان ده بيبقى اسمه اورسو، المكان ده بيبقى اسمه ايه؟ اورسو. طب المكان ده اورسو برضو. طب انت هتعرفه منين؟ بص يا دكتور يا محترم، اللي جنبها اورسو وده جنبها وده جنبها، انا عايزك تاخدها بنفس المصطلح اللي هقوله مش بالارقام لان الكتاب شرحها وحش. طب اللي جنبها ميتا، يبقى ده ميتا وده ميتا، حاجه اسمها ميتا، يبقى البوزيشن ده او المكان ده اسمه ايه؟ ميتا. وده برضو ميتا، في مشكله؟ طب اللي في وشها اللي في وش اكس دي ده ايه؟ ده ايه اسمها إيه؟ بارا. فهمت كده؟ يبقى انا ممكن ادخل في اي مكان تقول لي ده اورسو ولا بارا ولا ميتا. بص مثال تاني، افرض جبت لك الحلقه مقلوبه كده متشقلبه، خدت بالك معايا؟ اجيب لك اعمل لك زوم ان زوم اوت علشان تشوف البتاع اللي فوق. هحط انا المستبدل هنا واي مثلا، اللي جنبه واي يبقى اسمه ها اورسو. ايوه. طب اللي جنبه هنا اورسو، اللي جنبها اورسو، طب اللي جنبها ميتا، ميتا. طب اللي في وشها بارا. فهمت كده قصدي؟ يبقى دي ميتا، يبقى اللي جنبها دي ميتا برضك. فهمت قصدي كده؟ انا لازم تعرف البوزيشن باللي جنبها، فكك انت من الارقام اللي كاتبها العبط ده. افرض الحلقه مقلوبه، يبقى بص هنا المستبدل لو دخلت جنبه اورسو، جنبه اورسو، طب جنب اللي جنبه ميتا، طب في وشه بارا. فهمت كده قصدي؟ تمام. فكك انت من الموضوعين والارقام الهطله دي، افرض البتاع مقلوبه مش هتعرفها، مش هتعرفها. بص كده، الكلور مين اللي جنبه؟ مش هما جنب بعض، يبقى هما الاتنين قرصوا لبعض، قرصوا يعني مكانهم بالنسبه لبعض جنب بعض. طب متى مكانهم بالنسبه لبعض؟ جنب اللي جنبها، يعني مثلا ايه ده؟ ايه ده؟ المتى جنب اللي جنبه، فاهم؟ ده مكانها يا جدعان، مكانها في الحلقه. فانت لما بتقول لي قرصوا انا عارف ان هما لازقين جنب بعض. متى لا، ده في زي ايه نقطه فاضيه مثلا، مثلا يعني ان دي فاضيه وهو راح في المتر هنا مثلا. طب لما تقول لي في البارة انا افهم ان هو لا ده في وشه كده. فاهم قصدي؟ فدي دي تسميات شائعه. فمثلا الاتنين دول بالنسبه لبعض قرصه، طب تعرف تقول لي دول بالنسبه لبعض متى ولا ايه؟ بص دي اللي جنبها قرصه، ده المكان ده قرصه. طب هو هنا لا، اللي جنب اللي جنبها يبقى متى، يبقى هما الاتنين دول بالنسبه لبعض متى. طب اللي جنبها اللي بعدها شوف كده وش بعض يبقى بارة.
باينه خالص اهو. خلاص طيب تعال نسمي ايوباك ونسمي شائع، دول قرصوا لبعض، فانا ممكن اقول قرصو كلورو برومو بنزين، قرصو كلورو برومو، او عكس عادي مفيش مشكله. ليه؟ لان القرصو كده كده انت مفهمني ان هم جنب بعض وخلاص، مش مهم الارقام دلوقتي. ليه؟ لان احنا مش بنسمي ايوباك. طب افرض انا عايز اسمي ايوباك، خلاص هتقول واحد برومو اتنين كلورو، بحيث تدي البروم الابجدي يدي رقم قليل، فده ياخد رقم واحد والكلور ياخد رقم اتنين. او مثلا في اللي تحتها اي بي سي، يبقى اكيد الكلور هياخد رقم واحد والنيترو هياخد رقم تلاتة، يبقى واحد كلورو تلاتة نيترو بنزين. طب ماشي، افرض احنا عايزين نسمي شائع، يبقى الاتنين دول بالنسبه لبعض انا شايفهم والله ميتا، ميتا لبعض، يبقى انا اقول ميتا، ابدا بايه عادي اي حاجه براحتك مش هتفرق. ممكن نقول ميتا كلورو نيترو بنزين او ميتا نيترو كلورو بنزين، صح مفيهاش حاجه. دول بالنسبه لبعض، الكلور ده واخد رقم واحد، لف لفتك هتلاقي ده اربعه، يبقى واحد واربعه اثناء كلورو بنزين. ده لو ايوباك. ايوباك بتقول الارقام. خد بالك في الامتحان بيجي يقول لك سمي ايوباك او سمي شائع، بيقول الاسم بس انت ما بتاخدش بالك، فانا بقول لك صح صح من دلوقتي. تمام، التسميه لازم يجي عليها سؤال في الامتحان لازم. أنا عرفتك اهو. طيب دول بره بالنسبه لبعض، فانا ممكن اقول بره اثناء كلورو بنزين او واحد واربعه اثناء كلورو بنزين. بص بقى يا دكتور، افرض مثلا انا عندي على الحلقه حاجه مثلا، وليكن الحلقه مثلا فيها مستبدل هنسميه ايه مثلا يعني، وانت عايز تدخل بي على الحلقه، عادي مفيش مشكله ينفع تدخل بي. البي قدامه كذا مكان يدخل، قدامه هنا والله وهنا، وبص قدامه هنا وقدامه كمان هنا، يعني شايف الاماكن قد ايه؟ الاماكن كتير. طب هل بي هيدخل بشكل عشوائي؟ لا ما بيدخلش بشكل عشوائي، بيدخل في اماكن محدده بيحددها المستبدل ايه اللي مرفوع على الحلقه. فانت لازم تعرف ايه اللي على الحلقه. انا عارف ان انت ممكن تكون مش فاهمني قوي دلوقتي، بس معلش واحده واحده بس عليا. انت بتشوف ايه اللي على الحلقه، مثلا عليه اكس مثلا، انت بتشوف اكس ده يقدر يوجهني فين، اكن اكس ده حارس، او اكنه مثلا اجيبها لك ازاي، الراجل اللي بيقول لي العنوان مثلا يقول لك روح كده، هو ده اللي بيبقى محطوط على الحلقه. يعني مثلا عشان افهمك قصدي اكتر، بص المثال اللي تحت ده مثلا، ايه اللي انا شايفه على الحلقه هنا مثلا، هنا سي اتش 3، فالسي اتش 3 ده اكنه اللي هيوجهني في اكنه المنتور بتاع المدرس اللي هيقول لي روح هنا روح هنا روح هنا. فلما اجي ابص على الحلقه دي هلاقي السي اتش 3 اللي راكب على الحلقه، المستبدل اللي على الحلقه، وانا بدخل سي الات. طيب فمعنى كده ان السي اتش 3 هو اللي هيوديني غصب عني الاماكن محدده، هو اللي هيقولها. طب هو هيقول ايه بقى؟ انت بتبقى حافظ بقى. بص بقى، بص عشان نسهل عليك الحوار ده، بص عارف كلمه متى؟ اي حاجه على الحلقه فيها او بتوجه متى، اظن سهله. مثلا ال NO2 ده في او صح، يوجهني فين؟ متى. يبقى السي ال لما تدخل هتدخل في انهي مكان؟ لازم تدخل في المتى اهو. لو خدت واحد مول كلور، افرض خدت اتنين، يبقى التاني هيروح اهو. فاهم قصدي؟ فكك من التفاعل دلوقتي، المهم المكان اللي هيروح فيه يروح فين. تمام. اي حاجه فيها او هتوجهني متى، عدا الاو اتش هتوجهني قرص وبارة، قرص وبارة. هي لا تفسير علمي عشان تبقى فاهم، لا تفسير علمي ان المجاميع اللي هي اللي فوق دي يا جماعه دي اسمها مجاميع موطيه. انا عن نفسي عارفها كده، ان اي مجموعه الكايل مش لازم ميثايل. اي حاجه على الحلقه، لو لقيت على الحلقه سي 2 اتش 5، يبقى الحلقه، يبقى الحته اللي هي سي 2 اتش 5 دي هتوجهني قرص وبار. يعني مثلا هنا في ال عندي سي اتش 3 وانا داخل عليه سي ال، يبقى السي ال ده يدخل قرص وبار، يبقى انا سي ال ممكن ادخلها هنا، ده قرصه، مش كده قرصه تمام اللي هو الناتج ده، او السي ال يدخل بره فيدخل هنا تمام زي ما هو طلع هنا، يبقى انا ايه قدرت اطلع من اللي هو عمله ايه ناتج قرص وبار. فهمت قصدي؟ افرض عندي مجموعه امينو هتوديني قرص وبار، انا قلت لك اي حاجه فيها او اتش هتوجه متى، عدا الهيدروكسيل هتوجهني ايه قرص وبار. يبقى انت لو لقيت حلقه اللي هي الفينول، فاكر الفينول او اتش مثلا عايزين ندخل عليه سي ال، انت تقول لنفسك الاو اتش هتواجهني فين، اي او بتوجه متى، ما عدا الاو اتش هتواجهني فين قرص وبار. فلو انا دخلت سي ال هتدخل هنا، افرض في سي ال كمان هتدخل هنا، افرض في سي ال كمان هتدخل هنا، ما هو ده كده قرصه بارة قرصه. يبقى انا ايه قدرت ادخل اللي على الحلقه اللي انا عايزه. فاهم قصدي؟ تمام. فانت لازم تحفظ ايه المجاميع اللي بتوجه. انا قلت لك اهو عشان حتى لو انت مش عايز تحفظ اي حاجه فيها او ميتا، الباقي قرص وبار. مثال على القرص وبار اي الكايل جروب، سي 2 اتش 5، سي 3 اتش، اي حاجه ان اتش 2 مجموعه الامينو، واي هالوجين. اصل الهالوجين سالب يعني اي نيجاتيف، لانه بيبقى مكتسب الكترونات وعليه الكترونات زياده، ال اتش 2 بقى عليه الكترونات زياده برضه، الاو اتش بقى عليه برضه الكترونات زياده على الاو. فدي حاجه اسمها مجاميع معطيه للحلقه، بتخلي غصب عن الحلقه توديني في اماكن قرص وبار. لكن الحاجات اللي هي التانية دي اللي هي فيها او زي الفورمايل، دي اسمها فورمايل جروب، احفظ الاسم بتاعها. ودي اسمها كربوكسيل جروب، لما اقول حاجه احفظها انا بقول اهو احفظ الاسم ده، ان دي اسمها كربوكسيل جروب، دي نايترو. طب المجموعه دي لما تلاقي سي دبل بوند او، حاجه اسمها الكربونايل بتبقى في الكيتو. ليه؟ لان الكيتون سي دبل بوند او ماسكه في سي، ماسكه في سي، ده الكيتون.
المركب اللي انا كاتبه ده اسمه ايه؟ اسمه اسيتون. دي سوري، دي سي اتش 3 على بعضها. ماشي، اسمه اسيتون. تمام. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. عرفت التوجيهات؟ اي حاجه فيها او متى الباقي قرص وبره وخلاص. ماشي، عشان ما تخشش في ليل. السي او اتش مش في او يوجهني فين؟ هقول متى. يبقى انا عايز اروح ينفع اروح هنا؟ ها غلط، ما ينفعش. ليه؟ ده قرصه. امال المتى فين؟ بص، المتى اللي جنب اللي جنبها. يعني انا بص، ممكن نروح هنا، ممكن نروح هنا اهو، في الايه، في الحته دي، او نروح هنا اي ناحيه. تعال نشوف الاختيارات. طب ما دي صح، الاتنين ميتا لبعض اهو، انما دي قرص غلط. طب دول بارا لبعض غلط. طب دول قرص جنب بعض غلط برضو. فهمت كده؟ عشان كده انا قلت لك ايه، اعرفها بحته جنب اللي جنبها او كده. شوف الراجل حتى في الاختيار شقلب لك مكان السي او اتش، هيسوحك بقى. انت مالكش دعوه بكل ده. جنب بعض يا صاحبي قرصه، ساب اللي جنبها ميتا، وشها بارا، خلصت الموضوع انتهى. ماشي، عايزين نسمي. اهم حاجه يا صاحبي ندي ارقام قليله، تمام، وبرضك مع احترام الابجدي. لو انت عايز تبدا بالبي ار هيدي ارقام كبيره قوي. ليه؟ هلف واحد واروح هنا ثلاثة وايه، وده أربعة كتير. لا، امشي من الكلور هيدي ارقام اقل. طيب فانا لو مشيت من الكلور، الكلور هياخد واحد، يبقى انا واحد كلورو، وفي والنيترو اتنين، والبروم هياخد أربعة، وتدي ترتب أبجدي بقى. يبقى أربعة بروم الأول، واحد كلورو، اتنين نيترو بنزين. تمام. اللي بعدها دي عندك في اتنين نيترو والميثايل. النيترو بيجي قبل الميثايل، آسف سوري، الميثايل بيجي قبل النيترو عشان ترتيب الأبجدي. فالأبجدي هنا يكسب، فأنا لازم أبدأ من الميثايل. فتمشي أي ناحية مش تفرق معانا، لأن هيديني نفس الأرقام. يبقى واحد ميثايل، تلاتة وخمسة ثنائي نيترو بنزين. تمام. طيب اهم حاجه اللاتيني. طب هنا هبدا بايه؟ اللهم صل على سيدنا محمد. احسن بدايه لينا هنا ان احنا نبدا بالبروم. مش بالبروم بقى، البروم لو انا بدات بيه وهلف لفه كبير هيدينا ارقام كتير. يعني مثلا لو انا قلت البروم واحد مثلا، يعني هتقص مثلا لو انت عايز تاخد بعديه الفلور وات ايفر، هيدي للكلور رقم كبير جدا، فمش هينفع ان انا ارقم في البروم في الاول. تمام. طيب امال الحل ان انا احاول. بص قدامي اوبشنين، ادي الفلور يا اما رقم واحد يا اما ادي الكلور واحد. لو اديت الفلور واحد امشي كده، اقول مثلا الفلور ياخد واحد والبروم اتنين والكلور تلاتة، او امشي كده لو بدأت من الكلور. طب اللي هيكسب هنا الابجدي، هو اللي هيكسب الابجدي والترقيم في نفس الوقت. يبقى مين اللي يدي واحد؟ لا، الواحد كلور، والبروم ياخد اتنين، والفلور ياخد رقم تلاتة. يبقى انا يبقى عندي، بس لما اجي اسمي بقى هسمي ابجدي، احترم الارقام الحروف. يبقى اتنين بروم وواحد كلور وتلاتة فلور بنزين. طيب تعال نسمي ده الاولاني. ها، المفروض انا هشيل بتاعه عشان تسمي. الاولاني ده كان اسمه ايه؟ ها، ميثايل بنزين. ليه اسم تاني؟ ها قول، تولوين. اوعى تنسى، اوعى تنسى، مهم. طيب، طب اللي تحت ده ابدا بالبروم ولا ابدا بالكلور؟ لا، ابدا بالبروم. يبقى واحد برومو 3 كلورو. يبقى دي التسميه بتاعتي، واحد برومو 3 كلورو بنزين. ده اتنين او واحد برومو 3 كلورو بنزين. طب عايزك تسمي لي ده شائع بقى، اتنين بالميتا والقرصو والكلام ده. طيب دول بالنسبه لبعض قرصو ولا ميتا ولا برا؟ لا، دول ميتا. يبقى ميتا ايه عادي، قول اللي انت عايزه الاول، هنا مش هتفرق لان دي تسميه شائعه، ودول بالنسبه لبعض عادي. فانا ممكن اقول ميتا كلورو برومو بنزين، مفيش مشكله. تمام. اللهم صل على سيدنا محمد. اللي بعدها دول برا لبعض، فانا ممكن اقول برا كلورو ميثايل بنزين، او برا كلورو تولوين في رقم 3. ده لو شائعه. لو ايوباك هنحترم الابجدي، اي بي سي، يبقى السي ياخد الاول. يبقى السي واحد كلورو والميثايل 4. يبقى واحد كلورو، لو عديت هتلاقي الميثايل ده واخد رقم 4. يبقى واحد كلورو 4 ميثايل بنزين. تمام، اللي هي التالتة. يبقى احنا كده سمينا دول. طيب الرابعة دي هنبدأ منين؟ اللهم صل على سيدنا محمد. ابدأ بالفلور مثلا. لو انا ابتديت بالفلور همشي، لو مشيت كده اتنين تلاتة اربعة. طب لو عكست اتنين تلاتة اربعة مش هتفرق، فانا همشي بحيث ادي المثال رقم اتنين. فانا همشي كده زي ما انا كنت عامل فعل. يبقى انا هدي الفلور رقم واحد، والميثايل اتنين، والكلور هياخد كده اربعة، وتحترم الابجدي طبعا. يبقى اربعة كلور، واحد فلور، واتنين ميثايل بنزين. بس، وتسمي انت بقى دول. خلاص ماشي. طيب تعالى نسمي دول سوا. والله بص، لازم نبدأ كده كده بالبروم. فانا فكلهم كده كده واحد واربعة ثنائي بروم، فتمام مفيش مشكلة. طيب فانا قدامي همشي ازاي بقى؟ هي دي الفكرة. طيب احنا ممكن نمشي اي بي سي كده عشان ادي السي. ما انا بص، ممكن قدامي احتمالين، يمشي كده يمشي كده. تمام، بس انا اللي يخليني امشي كده احسن، بحيث ان ادي الكلور رقم اتنين بدل ما ادي الفلور رقم بتاع ده هياخد رقم كبير معايا.
فانا هحترم الابجدي وفي نفس الوقت اديله رقم قليل، يبقى 1 و4 ثانوي بروم، والكلور ياخد 2، يبقى 2 كلور. كده كده دي غلط عشان الراجل بادي بالفلور مش بادي بالكلور، فكده كده هي 2 كلورو. طيب ما انت شغال اي بي سي تمام. طيب بعد كده الفلور هتلاقي ده في رقم 5، يبقى ايه 5 فلورو. بس 5 فلورو بنزين ولا هكسان حلقي؟ لا ده هكسان حلقي، بنزين غلط. ليه؟ لانه مش حاطط لي الايه الروابط الثنائيه اللي جوه الحلقه تمام. وده بس ده بالنسبه لدرس الهيدروكربون الحلقي.